الجمهورية الوليدة، واللي ألف النشيد هو الشيخ بابا ولد الشيخ سيديا في أواخر القرن التاسع عشر، وقت اللي ما كانتش فما دولة في أرض الشناقطة. وأول مرة تعزف هذا النشيد قدام الجمهور كان في 28 نوفمبر 1960 بمناسبة الاستقلال. ويعود الفضل في تلحين النشيد الموريتاني للفنان الفرنسي الراحل توليا نيكيبيروفيتسكي. أما وقت اللي نقول منبت الأحرار مشرق الأنوار منتدى السؤدد وحماه عشت في الأوطان للعلا عنوان، فهذا مطلع النشيد الوطني الرسمي المغربي منذ الاستقلال من فرنسا وإسبانيا عام 1956. اتلحن النشيد هذا في عهد مولاي يوسف، وكان مجرد تحية ملكية، يعني لحن من غير كلام، وكان يتسمى النشيد الشريف. واللحن هذا عمله ان كابيتان فرنسي اسمه ليو مورغان، قائد الموسيقى في الحرس الشريفي، وعمره ما كان يتصور باش يولي لحنه نهار من نهارات النشيد الرسمي للمغرب. بالنسبة للكلمات خلط وخلوط عام 1969 على خاطر فريق القومي المغربي لكرة القدم ترشح لكأس العالم وما عندوش ما يغني في بداية الماتشوات. هكا هبط القصر أمر يقضي بإقامة مسابقة شعرية كبيرة، واللي ربح فيها نص الشاعر مولاي علي الصقلي بعنوان منبت الأحرار، اللي اختاروا الملك وقتها بنفسه. وهكا الصق الكلام مع اللحن ولا نشيد رسمي بالفم والملاء. أما بالنسبة للنشيد الوطني الجزائري فكلماته رائعة، سطرها شاعر من وحي الشهداء الأبطال اللي ناضلوا لاسترداد كرامة أرضهم وطرد العدو والمحافظة على دينهم. يقول المطلع: قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والجنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات. كتبوا شاعر الثورة سيموفدي زكريا وقت اللي سجنوه الفرنسيس عام 56، وكتبوا بدمه على حيوط سجن بارباروس في الزنزانة رقم 69 بالجزائر العاصمة. التلحين كان الموسيقار والمطرب المصري محمد فوزي، اللي حط كل ما عنده من إحساس ومن حماس. بالنسبة للنشيد الرسمي التونسي حماة الحماة، كلماته ألفها الشاعر السوري الأصل والمولود في مصر مصطفى صادق الرافعي. وفي آخر النشيد فما زوز أبيات تزادوا من قصيدة شاعر الخضراء أبو القاسم الشابي إرادة الحياة. أما اللحن فالغالب أنه من تلحين أحمد خير الدين، بالرغم فما شكون يقول أنه من تلحين أحمد زكريا. يقول مطلع النشيد الوطني الرسمي التونسي: حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمن لقد صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيى الوطن. وقت اللي الحكومة اتخذته كنشيد رسمي بعد ما كان في السابق نشيد الثورة، فكرت في تكليف الموسيقار محمد عبد الوهاب باش يعاود توزيعه، لكن شيء ما صار من هذا. من بعد الحكومة التونسية اعتمدته رسميا كنشيد وطني، وذلك يوم 12 نوفمبر 1987. ومقعدنا توا كان الجماهيرية الليبية باش نكتشفوا مع بعضنا نشيدها الرسمي اللي المطلع متاعه يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر فوق كيد المعتدي والله للمظلوم خير مؤيد أنا باليقين وبالسلاح سأفدي. هذا مطلع النشيد الرسمي الليبي منذ الفاتح من سبتمبر 1969. وأصل النشيد هذا هو مصري سوري تغنى أثناء حرب السويس، وكان يرمز للوحدة العربية، وهو من تأليف عبد الله شمس الدين وألحان محمود الشريف.